مع الوحدة ال11 للصف الأول إعدادي. إن شاء الله تكون الوحدة ال10 عجبتكم، والنهارده مع الوحدة ال11 وعنوانها ساينس ليسون. ساينس ليسون يعني درس علوم. النهارده بتتكلم الوحدة على الأشياء التي تطفو على وش المية، والأشياء التي تغوص في المياه زي الأورنج البرتقال، زي الووتر المية، زي السولت الملح. وهناخد نص الاستماع بعد ما نقرا الكلمات والقواعد. أول كلمة عنوانها فلوت. فلوت يعني يطفو. سينك يغوص. اكسبيرمنت. اكسبيرمنت تجربة. هابن يحدث. بيل يقشر. بوتوم يعني قاع. اير هواء. enough كافي. اويل زيت. add يضيف. remove يزيل. outside بالخارج. move يتحرك او ينتقل. liquid سائل. touch يلمس. سكرين شاشة. feel يشعر. parents الوالدين. become يصبح. fill يملأ. heat حرارة أو سخونة. watch يشاهد. a glass كوب زجاجي. a bottle زجاجة. push يدفع. pour يسكب. finally نهاية. scientist عالم. science علوم. بعد كده يا جماعة هنتكلم على أهم في نص الاستماع. بقول لك بمعنى عربي كده، لو حطيت برتقالة في كوباية المية سوف تطفو. لو قشرتها وحطها في المية سوف تغوص. لما قشرتها البرتقالة خدت هواء، فجت طبعا هنا نزلت في المية، لكن طول ما هي مقفولة طفت على وش المية. وهنعرف لما نحط زيت على المياه بيغوص. ففي حاجات اخف من حاجه. والان مع نص الاستماع. والان نرى نص الاستماع. بيقول لك ساينس فاكتس حقائق علميه. if you put an orange into water لو وضعت البرتقاله في المياه it floods سوف تطفو على وش الميه. on the water بيقول لك بقى peel the orange and do the experiment again. قشر البرتقانة واعمل التجربة دي تاني. The orange sinks to the bottom. إن البرتقانة سوف تغوص في المياه. The orange peels has air in it. لما قشرت البرتقانة خدت هواء. If something has enough air in it لو الشيء خد هواء it doesn't sink عمره ما يغوص. ده نص الاستماع. هنا يا جماعة بنتكلم عن الحقائق العلمية مع قاعدة if إذا لو، وكلمة when متى أو عندما، وكلمة what. اعرف إن if when بيأتي بعديها حقيقة علمية. يعني اقول لك ايه؟ if you boil water لو انت غليت ميه it turns into steam تتحول لبخار ماء. دي حقيقة علمية. عشان كده قاعدة if او if present simple مضارع بسيط. الجزء الثاني من الجملة برضه present simple مضارع بسيط. مثال if you put an orange لو انت وضعت برتقالة into water داخل المية it floods سوف تطفو on water. يبقى لو وضعت البرتقالة في المية سوف تطفو. طيب نيجي تاني. طب if you put an orange into water لو عملنا بيل بقى قشرناها يبقى هنا sink سوف تغوص لو قشرنا البرتقال. يبقى قاعدة if present simple مضارع بسيط. طب when متى او عندما برضه بريزنت سيمبل مضارع بسيط، معاها بريزنت سيمبل برضه مضارع بسيط.
when you add oil to some water. لو حطيت زيت على ميه ايه اللي يحصل؟ the oil floods. الزيت هينزل ويطلع على وش الايه؟ الميه. لان الزيت اخف من الميه فلايتر ذان ووتر. يبقى هنا يا جماعه اف ووين يعبروا عن حقائق علميه. بريزنت سيمبل الجزء الثاني من الجمله برضه بريزنت سيمبل مضارع بسيط. مثال what do you get؟ ماذا تحصل على؟ if you add 2 and 2 لو جمعت 2 مع 2. if you add 2 and 2 لو ضفت 2 مع 2 you get 4 هحصل على 4. يبقى يا جماعه قاعده اف وين بريزنت سيمبل مضارع بسيط الجزء الثاني مضارع بسيط ويعبر عن حقائق علميه. يبقى خلصنا من قاعده اف وخلصنا من كلمه وين. بعد كده كلمه دو معناها يفعل او يعمل. اما اقول دو اكسبيرمنت اعمل تجربه، دو هوم وورك اعمل الواجب، دو اكويز احل مساله او امتحان صغير، دو اكتيفيتيز بأدي انشطه. يبقى دو بياتي معها دو اكسبيرمنت يؤدي تجربه، دو هوم وورك يعمل الواجب، دو هاوس وورك يعمل اعمال المنزل، دو اكويز يحل اختبار صغير. كده خلصنا من اهم الجرامر من اف ووين ودو. والان مع اهم الاسئله في الوحده ال11. نيجي الاول سبلاي ذا ميسنج بارتس. اكمل الفقرات الاتيه. بقول لك ماي فيفورت سبجكت الساينس. الماده المفضله عندي العلوم. برافو. يبقى هنا وات ده شيء، يبقى وات از والماي بتحول ليور. يبقى وات از يور فيفورت سبجكت؟ ما هي الماده المفضله؟ قال لك ساينس. السؤال الثاني what happens when you heat water؟ ماذا يحدث لما تغلي ميه؟ طبعا it heats. طبعا الميه بتسخن and boils وبتغلي، وبعد ما تغلي it evaporates تتبخر. يبقى what is your favorite subject؟ My favorite subject is not science. What happens when you heat water? It heats and boils أو evaporates. والآن مع أهم السؤال في الوحدة ال11. بيقول لك supply the correct choose the correct answer. نقط did the science come from؟ scientist. العالم جه منين؟ يبقى هنا طبعا where عشان مكان. Where did the scientist come from؟ أين العالم ده جه؟ If you add yellow and to blue لو ضفت الأصفر على الأزرق you get برافو عليكم green أخضر. He was not in the azil يبقى he was born in the azil. طبعا بقول لك do this experiment يبقى let's do this experiment. What برافو عليكم what happens when you heat air؟ ماذا يحدث لما الهواء يبقى سخن؟ I say hello أنا بقول hello أهلا وسهلا. when I my friends تمام see أرى. if you put an orange into water لو وضعت البرتقانة في المية it طبعا floats سوف تطفو on the water. if something has enough air in it لو الشيء ده فيه هواء it doesn't sink عمره ما يغوص. بكده بفضل الله انتهينا من الوحدة ال11 وبإذن الله تكون عجبتكم وبإذن الله يتم المشاركة على هذا الفيديو. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.